السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا مبسوطين وفي أحسن حال. بعتالي وكذا مش واحدة نفس المشكلة. أنا ابني ما بين 8-9 سنين ولقيت حاجات إباحية عنده على الموبايل في السيرش، ومش عارفة أتصرف إزاي ومش عارفة أتعامل معاه إزاي. بصي، على حسب سن الطفل وعلى حسب عمره إحنا هنتصرف. في مرحلة 8-9 سنين دي هو عايز يكتشف، هنحط احتمال تاني، هو شاف حاجة بالفعل عند اصحابه عند اي حد فعايز يكرر التجربة وعايز يشوف اكتر. على كل حال احنا هنشوف مثلا الحاجات اللي عمل سيرش عنها دي يعني بقالها قد ايه، الفترة اللي هو عمل فيها، يعني من 10 شهور، من 9 شهور، من شهرين، لسه مكتشفينها. واعتقد ان هو لو كانت فترة طويلة واحنا ما كناش متابعين يبقى دي عندنا مشكلة كبيرة احنا كأمهات واباء. لكن لو لسه مثلا من قريب، كل اللي احنا هنعمله خلاص احنا هنمسح السيرش ده ولا كأننا شفناه، هنعمل ربط للموبايل بتاعه بالموبايل بتاعنا، وفي ابليكيشن بيعمل كده، هحاول احط لكم اللينك بتاعه لو عرفت. مش هنتكلم معاه في اي حاجة خالص، هنراقب سلوكه بس، هنشوفه هو ايه الحاجة الغريبة الطارئة عليه او اللي انا مش متعودة منه عليها، يعني بيعمل ايه الجديد اللي عنده. هنحاول نغمسه شوية في الدين، نكتر بقى إيمانيات شوية، نواظب معاه على الصلاة، نقرأ قرآن، نحفظه قرآن. الجانب الإيماني مهم جدا في التربية، احنا أصلا بنربي بالدين، ما ينفعش نربي بدماغنا كده. فاحنا هنحاول نغمسه شوية في الدين. هنشوف الصحبة اللي حواليه، هل بيتأثر أو في حد احنا شاكين إن هو ممكن يكون سبب الموقف اللي حصل ده ولا لأ. لو محتاج يفهم حاجة نعرفه طبعا الحلال والحرام، ونعرفه ايه اللي المفروض وايه اللي ما ينفعش، ايه اللي عينينا محرمة ان احنا نشوف حاجة، الحاجات المحرمة ان عينينا تشوفها، والحاجات اللي ما ينفعش ان احنا نقرب لها بهدوء من غير ما نزعق ولا نقعد نعايره كل شوية ولا نهدده، ده انا هقول لباباك، ده انا هفضحك في وسط صحابك، ده انا هقول لبنت خالتك، لولاد عمك. كل الكلام ده مش هيعمل معاه اي حاجة غير ان هو هيبني سور ما بينك وما بينه. لو الاب موجود لازم يقعد يتكلم معاه كتير. خلاص هو 8-9 سنين، يعني نمهد له احنا المفروض ايه اللي في حياتنا او ايه اللي ديننا بيأمرنا عليه وايه اللي ما بيأمرناش بيه وايه اللي بينهانا عنه وايه الحرام والحلال. لكن ان انا اواجهه صراحة مش في مصلحة الطفل ولا في مصلحتك، وهيكسر عنده حتة بينك وبينه كده مش هتعرف او هو مش هيعرف يتجاوزها بسهولة وبسرعة. نشغل وقته كتير، نخليه يشترك في أنشطة، نقرب منه قوي، ما نسيبلوش وقت فراغ. الفراغ ده عايزة اقول لكم ان هو بيقتل اي ابداع عند الطفل. خلاص هو قاعد ما بيعملش اي حاجه، احنا نستغل ونشوف الحاجات اللي بيعرف يعملها ونشوف الحاجات اللي بيقدر عليها واللي ليه هوايه في حاجه نساعده فيها. المهم ان احنا ما نسيبوش لفراغه ولصحبه سوء، ما نسيبوش للموبايل. انا عايزه اقول لكم، انا قلت لكم قبل كده ان الموبايل ده من اسوأ الحاجات اللي الطفل بيقع فريسه ليها. المفروض ان احنا عايزين نديله موبايل لو هو رايح درس، لو هو رايح مكان مش بيوصل لنا فيه الموبايل يكون مقنن ليميتد في وقت معين، بيكون الموبايل تحت اشرافنا واحنا قاعدين جنبه ومعاه. ما نسيبلوش الموبايل كده في المجمل، في عادي اعمل اللي انت عايزه. احنا مسؤولين عن اولادنا، مسؤولين على تربيتهم وعلى اخلاقهم وعلى سلوكهم وعلى دينهم، فلازم ان احنا نستخدم المسؤوليه دي صح عشان ربنا يحاسبنا على كل حاجه اولادنا بيعملوها وما تحت رعايتنا احنا. فنحاول نتعامل معاهم صح علشان نربيهم صح. السلام عليكم.